كده يعني انا اللي قلته للدكتوره سلمى قلته للدكتور ده اقول لحضرتك، يعني انا في جزء كان من شغلي فتره كده حاجات فيها علاقه باوبريشن وتنظيمات وهكذا. يعني المجهود اللي معمول في الموقع بتاعكم خرافي الصراحه، ودي حاجه يعني واجب التنويه عليها، حكايه ان يبقى كل حاجه متقسمه بمكانها والتاب بتفتح من تاب لتاب تاني وهكذا. انا عارف ان الحاجات دي لو حد هو ملوش قوي مثلا في السوفت وير انجينيرنج او كده بيبقى مش متخيل مدى صعوبه ان حاجه زي كده تتعمل ازاي يعني. طبعا. وان هو يتعمل مارك مثلا عندي ويسمع عند حضرتك وكده فدي حاجه كانت مريحه خالص صراحه، ربنا يبارك فيكم. الحاجه التانيه برضو ان هو يعني حسيت ان كنت في اول الكورس بتقول له مثلا إن ممكن يكفر 60% من الحالات او حاجه، بس حسيت ان هو لا يعني ممكن النسبه المئويه لده تكون اكتر من كده يعني. مم. لو حد مثلا اشتغل كويس او عارف الدريلينج بروتوكولز كويس او البروستاتيك فيو بتاع الحالات ازاي وكده، لا هو ممكن بعد الكورس بتاعكم يشتغل مثلا 80 90% من الكيتس، ويعرف يكستمايز بقى بنفسه او يظبط بنفسه الدنيا يعني، من غير ما يحتاج مثلا ان هو يسأل كتير او يتصرف كتير يعني. وحكايه مثلا برضو الانفتاح في حته ان احنا ممكن نكستمايز كت على كت، او مثلا نعمل جايد للبايلوت وبعد كده ده هيكون مسهل لنا باقي الدنيا وكده. برضو دي كانت لفتة كويسة خالص يعني، تساعد الناس اكيد. ربنا يبارك فيكم. ده الاوفر فيو يعني، حكايه ان التنظيم نفسه والحاجات دي لا يعني ما شاء الله كان ممتاز جدا جدا، ربنا يبارك فيكم يعني.